لو رحت الحرم المكي أو المسجد النبوي هتلاقي الأرضية في عز الحرارة باردة جدا وجميلة، والموضوع ده ليه قصة عجيبة سبحان الله. القصة دي بطلها هو الدكتور المهندس المصري محمد كمال إسماعيل، واللي كان ليه دور كبير في توسعة الحرمين الشريفين. الراجل ده كان مهندس معماري مصري عظيم، ومن أبرز أعماله توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي. القصة بتبدأ لما المهندس محمد كمال اختار نوع معين من الرخام، وكان بيسمى تسوس، وكان بيتميز بأنه يمتص الرطوبة في الليل ويطلعها في النهار، وده بيخليه دايما بارد حتى في عز الحر. الرخام ده كان موجود فقط في جبل صغير في اليونان، والمهندس راح وتعاقد على شراء نص الكمية اللي كانت موجودة علشان يحطها في أرضية الحرم المكي. وبعد كده بحوالي 15 سنة طلبت الحكومة السعودية منه أنه يحط نفس النوع من الرخام ده في الحرم النبوي. المهندس ساعتها خاف جدا، لأنه كان فاكر أن النص الثاني من الرخام اتباع بعد ما اشترى هو النص الأول، وده ليه 15 سنة. فراح للشركة اليونانية مرة تانية علشان يشوف الكمية المتبقية، لكنه لقى إنها اتباعت. المهندس ساعتها حزن حزن شديد، ولكن قبل ما يرجع مصر طلب من السكرتيرة في الشركة اليونانية إنها تشوف له مين المشتري اللي اشترى النص الثاني، واداها رقمه. وساعتها فكر إيه السبب اللي يخليه يطلب عنوان المشتري ده. الموضوع ليه 15 سنة، يعني زمانهم ركبوه خلاص. لكن تاني يوم بيتفاجأ إن السكرتيرة في الشركة اليونانية بتتصل بيه وقالت له إنها لقت عنوان الشركة اللي اشترت الرخام. فاكتشف ساعتها إنها شركة سعودية، فسافر مباشرة للسعودية وراح على طول على مدير الشركة، واللي قال له إن الرخام لسه موجود في المخازن. المهندس محمد كمال فرح جدا وفضل يبكي، فسأله صاحب الشركة السعودية عن سبب بكائه، فحكى له القصة كاملة. فأعطى لصاحب الشركة السعودية شيك على بياض يكتب فيه الرقم اللي هو عايزه، لكن صاحب الشركة السعودية رفض ياخد أي فلوس، وقال له إن الرخام ده هيكون في سبيل الله، وإن ربنا أنسى الرخام ده في المخازن السنين دي كلها للسبب ده. وبالفعل تم وضعه في الحرم النبوي. والقصة بتورينا إزاي إن الإيمان والنية الصافية بتقدر تعمل المعجزات، وإزاي المهندس محمد كمال إسماعيل كان ليه دور كبير في خدمة الحرمين الشريفين والمسلمين كلهم. فالله يرحمه ويجعل أعماله في ميزان حسناته. دمتم في أمان الله. صلوا على رسول الله. السلام عليكم.